وهانوا عليك أخوك اللي انضرب بالنار، ودم شهيد بيجرى نهار، وعين أحمد وعين مينا وغيرهم مرمي ورا أسوار. وهانوا عليك ركعت أوام نسيت ناسك، وإن الكلمة من راسك، وحرية بنبنيها وضعف سبيلها يا معمار. وهانوا عليك سنين عشناها في الضلمة، نصادف كل يوم أزمة، خراب ودمار، خراب ودمار. يبدو أن الجيش أراد أن يبعث لنا رسالة، لأن الناس تتحدث، الناس تقول لو المجلس العسكري أصدر قرار للجيش بضرب الشعب الجنود لن ينفذوا هذا القرار. أراد المجلس العسكري أن يقول لنا بل الجنود سيطبقون، وخذوا وشاهدوا بأعينكم ضباط وجنود الجيش وهم يسحلون البشر ويعرون فتاة تماما في موقف لا أخلاقي أمام الكاميرات وغيرها، وضرب على النساء. شيء غريب جدا. الأمن المركزي كان يتعفف عن ضرب الفتيات، لكن هؤلاء يضربون بشراسة منقطعة النظير. الفتاة منطرحة في الأرض والعصي والغراوات على رأسها، ثم يأتي واحد من هؤلاء وبأقصى ما يمكن كأن العسكر يقولون لنا لابد أن يكون لنا مكان في هذه الدولة، كأن العسكر يقولون لنا لن نرحل ونترك لكم هذه الدولة غنيمة باردة بسهولة. لا، إما أن تعطونا امتيازات فوق مطلقة، وإما سنعكر عليكم. نسيت سالي وبنونا وماتوا عشان نعيش أحرار. سنين عشنا أن نكون على بصيرة وعلى ذكر مما يحدث، ونرفض ما يحدث ولا نشمت في أحد. وعيب كبير أن يخرج بعض الصبية يقولون هذه الفتاة مشبوهة، هذه الفتاة لم تكن ترتدي شيئا تحت العباءة. ما دخلك أنت ترتدي أو لا ترتدي؟ نحن نتحدث عن مبدأ السحل، مبدأ الضرب، مبدأ الاعتداء. حتى لو كانت زانية نحن نرفض أن تضرب أو تسحل أو أن يضرب النساء أو الرجال أو الأطفال. بعد ذلك تسمع هناك جهات مندسة، هناك أطراف ثالثة، ليس هناك شيء، هناك غباء مستحكم من الجهات الحاكمة تجاه هؤلاء الثوار. ما الذي دفعكم إلى الهجوم عليهم؟ لماذا تحاولون فض الاعتصامات بالقوة؟ اتركوهم يعبرون عن أنفسهم، اتركوهم. لابد أن نكون منصفين مع الآخرين حتى ينصفنا هؤلاء الآخرون. الاتجاهات الإسلامية التي تعادي هؤلاء الثوار أو تخذل الناس عنهم تخسر كثيرا، لأن هذا الميدان لن يفض بعد اليوم. هذا الميدان أصبح ملتقى لكل من في نفسه شيء أرضي يا أولادي، بقوة كرامة حرية يموت المخفي جلادي. وهانوا عليك سنين عشناها في الضلمة، نصادف كل يوم أزمة، خراب ودمار. الشعب يريد إعدام المشير، الشعب يريد إعدام المشير، الشعب يريد إعدام المشير، الشعب يريد إعدام المشير. الفيديو ده مش عشان نزلوا ولا منزلوش، بس الناس اللي مرضتش بالظلم وما سكتتش عليه هي دلوقتي اللي بتتقتل وانت ساكت. والجزء الكبير اللي كان مغيب معرفش الحقيقة فين، انت دلوقتي زيه واسوأ منه لانك عارف الظلم اللي بيتعرض له ولسه ساكت. باختصار مفيش هدف او مطلب اختصاص يتحقق الا واحنا ايد واحدة تلف عليك ركعت اوام نسيت ناسك، وان الكلمة من راس